من ديوان نبض قلبي بين الأوراق، الجزء الثالث، خاطرة بعنوان حلم مع القمر. كلماتي وبصوتي واختيار الفيديو مني أنا الأديب الفلسطيني أستاذ خليل أبو رزق. حلم مع القمر. ملكة ولا كل الملكات، تغار منها أجمل الأميرات، أحبها القلب وكتب عنها أجمل الكلمات. ملكة ولا كل الملكات، تغار منها أجمل الأميرات، أحبها القلب وكتب عنها أجمل الكلمات. لعلها تتذكر حبا استمر لعدة سنوات، لعلها تتذكر حبا استمر لعدة سنوات. ترى هل سترجع يوم كما كان من أجمل الجميلات لنجدد ما كان بيننا من حلو الذكريات؟ ترى هل سترجع يوما كما كانت من أجمل الجميلات لنجدد ما كان بيننا من حلو الذكريات، ونسهر سويا مع ضوء القمر والنجمات، وتكون لي البلسم الشافي والترياق من كل الآهات والأزمات. قلبي عشقها، قلبي عشقها من بين بنات حواء بالذات، وهي من أروع العفيفات، وهي من اختارها قلبي وعقلي لتكون أجمل البدايات والنهايات. قلبي عشقها من بين بنات حواء بالذات، وهي من أروع العفيفات، وهي من اختارها قلبي وعقلي لتكون أجمل البدايات والنهايات. سأدعو ربي، سأدعو ربي ليلا نهارا، وسأطيل في الركوع وفي السجدات، على أمل أن نلتقي يوما وتكون حياتنا مليئة بالمسرات، لنعيش على أرض فلسطين مهد الرسالات والحضارات. سأدعو ربي ليلا نهارا، وسأطيل في الركوع وفي السجدات، على أمل أن نلتقي يوما وتكون حياتنا مليئة بالمسرات، لنعيش على أرض فلسطين مهد الرسالات والحضارات، ونشرب من مياه النيل ودجلة والفرات، أم أنها مجرد أحلام وأمنيات؟ ونشرب من مياه النيل ودجلة والفرات، أم أنها مجرد أحلام وأمنيات؟ صعب تحقيقها من كثرة العقبات والصعوبات. وهل الحب الحقيقي فعلا بحاجة إلى معجزات، أم أن إرادة رب الأرض والسماوات أقوى من كل المعيقات؟ أم أنها مجرد أحلام وأمنيات صعب تحقيقها من كثرة العقبات والصعوبات؟ وهل الحب الحقيقي فعلا بحاجة إلى معجزات، أم أن إرادة رب الأرض والسماوات أقوى من كل المعيقات؟ خليل أبو رزق، فلسطين.